السلام عليكم. أهلا بكم في فيديو جديد في دورة تعلم تابلو. إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة هيركز على الجروبينج أو تجميع البيانات. هنتكلم في الفيديو ده على إزاي نقدر نخلي مثلا حاجات مختلفة كتير نجمعهم في مجموعة واحدة ويبقوا زي كولوم واحد أو حاجة نقدر نبص عليها مجتمعة يعني. طيب احنا هنا عاملينها سترايكر، عاملينها ليفت سنتر باك، رايت سنتر باك، جول كيبر. طيب احنا بدل ما احنا نبص لكل بوزيشن على حدة، يعني هنا الليفت سنتر باك والرايت سنتر باك هما في الاول وفي الاخر يعتبر حاجة واحدة، مدافع. وبرضو الباك اللي هو الباك شمال برضو يعتبر انكلودنج معاهم في المجموعة دي. طيب احنا لما نبص على كل بوزيشن لوحده احنا ممكن نعمل لهم زي كاتيجوري او مجموعة نجمعهم مع بعض ونقدر نقرر من خلالها. يعني مجموعة يعني ممكن نخلي left center back right center back left back الرايت باك مثلا نحطهم في مجموعة واحدة اللي هو الدفاع، ونقدر نقارن بشكل عام عن الدفاع ضد الهجوم، ضد وسط الملعب مثلا، ضد حراس المرمى. طيب نعمل حاجة زي كده ازاي؟ نجمع كل دول في جروب واحد يبقى كأنهم كولوم واحد او عمود واحد. نقدر نعمل كده عن طريق ان احنا هنا دلوقتي كلوب بوزيشن اهي، احنا محتاجين نجمعهم مع بعض. كلوب بوزيشن دي ممكن نعمل لها create جروب زي ما انتم شايفين. هنقدر نعمل زي تجميع لكل بوزيشن، يعني نخليهم مثلا دفاع، نعمل سنتر باك نعمل لها جروب نسميها مثلا ديفنس. وكل اللي هعمله ان انا هشد اللي انا عايزه يبقى تحت جروب الديفنس دي. يعني ممكن اعملها هي كده اهي، ليفت باك سنتر باك مثلا، ليفت سنتر باك، وهكذا. انا هختصر الحته دي من وهجيب لكم النتيجه في الاخر يعني ان شاء الله، اللي هو وهم متجمعين، عشان ما نقعدش نضيع وقت واحنا بنشد في الجروبس. ثانيه وجاي. ورجعنا تاني. ده شكل الجروب في الاخر، المجموعه. لو حد عايز يمشي ورا نفس التمرين ده، ده الميدفيلد اهو، وده الديفنس، وده الاتاك. والجول كيبر والسبستيوشنز اللي هو البدائل دول هيبقوا لوحدهم. كده كده هعملهم اكسكلود في الاكسيس. عملنا اوكي وطلع لنا بقى فيلد جديد كلاب بوزيشن جروب. لو حطيناه هنا وشلنا كلاب بوزيشن القديم هيكون كل حاجة متقسمة بالشكل اللي احنا كنا عايزينه. ان هو الميد فيلد هم اكتر ناس كتوتال عدد اللاعبين اللي في الميد فيلد بيقبضوا مرتبات. الدفاع بعديه، بعد كده الهجوم، بعد كده حراس المرمى. السي دي ام دي نسيت احطها في الجروب، مفيش مشكلة، ممكن نعدلها تاني edit جروب سي دي ام في الميدفيلد. رجعت تاني وكده الميدفيلد كمان زاد قوة أكتر كمان من الأول. دي بس طريقة كنت حابب أوريها لكم إزاي نجمع مجموعة من البيانات مع بعض في جروب واحد، ونقدر بسهولة بقى دلوقتي لما نوري لحد مثلا الداتا بتاعتنا إن الميدفيلد هم أكتر ناس بيقبضوا مرتبات. وممكن حتى برضو بلاش نعملها مع اللي هو مجموعة، ممكن نعملها زي ما شايفين من هنا. لو دوسنا على السهم الصغير ده أو كليك يمين بنفس النتيجة، يعني measure، ممكن نخليها الافريج. ساعتها هيكون الاتاك اكتر، اعلى رقم في البيانات اللي بياخدها اللعيبه. تحتيه ميدفيلد، تحتيه الديفنس، تحتيه جول كيبر. وممكن برضو نشوف الميديان، وممكن نشوف كذا حاجة في اللي احنا شفناه في فيديو الإحصاء، اللي هو طبعا الكاونت عدد. بس الكاونت هنا مش حاجة مفيدة لأن دي continuous data. المينيمم والماكسيمم زي ما انتم شايفين كده. ممكن نشوف الميديان برضو يقول ان الاتاك هو اعلى حاجة. ونقدر نجرب بقى طبعا دي كل حاجة اللي هي الحاجات اللي ممكن تفكر انت فيها كمحلل بيانات. يعني دي حاجة it's up to you، اختار انهي رقم احصائي ما بين الداتا دي وما بين بعض. كل حاجة من منظور محلل البيانات، وعلى حسب الناس اللي انت بتحاول تشرح لهم البيانات بتاعتك.
متشكر جدا لحسن استماعكم في الفيديو ده، وإن شاء الله تكونوا اتعلمتوا حاجة جديدة. مستنيكم في الفيديو الجاي. شكرا.